اسمي محمد رفاح 41. بقالي 8 سنين عامله المشروع. في الشتاء الموز والبرتقال والاستفندي والتفاح، انما الصيف كل حاجه، مانجا والفراوله والجوافه وكل حاجه تخطر على بالي. انا بشتغل مع التجار، في واحد بجيب منه مانجا، في واحد بجيب منه موز. ما ممكن يعني حر زي ده صفقه المانجا كلها تبوظ، يعني شويه مانجا زي دول بيبوظوا. المانجا بتعمل اكتر من 2000 جنيه 3000 جنيه بتترمي، برميها هعمل بيها ايه؟ شويه جوافه زي كده ما انت شايفاها ماما، دي جايه غاليه، انا هبيعها ب 10 جنيه جايه ب 20 جنيه. ما في بتكسب وفي بتخسر شويه كده، واروح جايبه مثلا كارد واروح شغاله. عرفت التضامن من 3 سنين. اتعاملت مع مجموعه هناك وقبضت اول حاجه 5، سديت اللي عليا. كان عليا برضك، ما انا كل سنه لازم تخسري، فبضطر اعمله واجيب اروح المشروع واجيب الكارد واعمل اجدد الفرش. بعمل الكارد اروح اجيب الكارد وساعات اكسب، مش كل وقت خساره. في موسم بطيخ ده بيبقى فيه مكسب، لان البطيخه معروفه بكذا. يعني لو عليا فلوس بدفعها، ايجارات انا ساكنه بدفع. مصاريفنا كتير، ما انا معايا 5 عيال، مصاريفنا كتير. بدفع ايجار ونور و100 1000 ونص. والله اللي قاعده وظروفها وحشه تطلع تشتغل عشان يجيب الجنيه، مش هستنى تجارتي تديني حاجه ولا اختي تديني حاجه. تنصحها ان هي تطلع تجيب الجنيه وتصرف عليها وعلى عيالها. ما انا بقعد 24 ساعه هتعيش، وخلي عيالها ما يبصوش لحد. خلي عيالها ما تبصش لحد. استنى لما بنتها تبص لواحده. انا لما بنتي تبص لحد بزعل، مش يبقى عليا حاجه لحد، بس مش عايزه حاجه اكتر من كده. اما هم بيقفوا جنب الناس برضه ويساعدوا الناس، ما انا ببقى واقعه وبروح لهم. باخد طبعا اللي باخده منهم بمشي بيه، معلم واقف لي على الجنيه بديهوله واجيب غيره واجيب سبوبه غيرها. ما بيقفوا جنب الناس برضه. يا رب يخليك. مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، رزقك عند ربنا وضمانه عندنا.